السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما باحسن حال يا رب، اللهم امين. بصوا بقى، تعالى اقول لكم ايه. نضفوا سمك معانا، محضفه اصلا في الفريزر من امبارح. عايزه اقول لكم بقى ان انا كنت امبارح ايه، بشتري حاجات خضار وحاجات، لقيت ست قاعده الساعه يا جماعه الساعه 1 الا، سبحان الله، قاعده يعني بتنام على نفسها كده. سبحان الله، ربنا الهمني ان انا اشوف، انا كده كده مش هشويه، انا هنضفه يعني. فلقيته والله بصوا ما شاء الله هو جميل وكل حاجه. الصراحه يعني صعبت عليا والله بجد يعني. ربنا يرزقها من حيث لا تحتسب يا رب، ويرزق الجميع اللهم امين يا رب العالمين. كانت قايله لي ب 85 ودي 2.5 ب 200. فانا قلت اجيبه بقى واحطه في الفريزر، ولان كان وقت متاخر جدا وقلت انضفه بقى واعمله. هعمل جزء بصينيه في الفرن وعندي فريده بنتي مش بتحب السمك اللي هو بصلصه، ساعات تاكله ساعات لا، بس هي عايزه سمك مقلي. تمام، فهنضفه بقى مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بس قبل ما ننضفه لازم ايه، نحط التقليه على البوتاجاز الاول. بصوا بقى عملنا ايه. عملنا بصلايه قطعناها تمام، تقطيع كده صغير او كبير. تمام، ان اصلا مش هتفرق التقطيع لان كل ده هيدوب اصلا. معانا قرن فلفل اخضر. هنتبل بقى كل ده مع بعض عشان احنا ضربنا ايه، طماطم في الخلاط معاها فص توم. تمام، بصوا طبعا هنفضل نقلب فيه لغايه ما ايه، ما يدبل معانا وقرب يصفر اهو، دخل في مرحله الدبلان. هنقوم بقى حاطين الكمون والملح وايه وحته شطه. بسم الله. ادي الكمون بتاعنا، ادي الشطه بتاعتنا، هرسه الشطه. نقلب بقى كويس. السمك ما ينفعش يتاكل من غير ما يكون في شطه. هي هرسه الشطه مش حراقه قوي، بس بصراحه بيبقى طعمها حلو قوي في الاكل، سبحان الله يعني. عايزه اقول لكم ريحه ما شاء الله اللهم بارك لما حطيت الكمون، جميله جدا ما شاء الله. تعالوا بقى نحطوا ايه، طماطم بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الطماطم بتاعتنا وبعدين نحط الملح. ادي الملح بتاعنا. هنغطي عليها بقى ونسيبها خالص لغايه ما تتسبك معانا، عشان نحط بقى عود خضره. عظمه يا جماعه، عظمه. طريقه جدتي الله يرحمها يا رب، الف رحمه ونور عليها يا رب، اللهم امين. يلا بينا بقى ننضف السمك. بسم الله. بصوا بقى السمك بتاعنا احنا بنعمل ايه. دي اول واحده انا عملتها اهي. نحطها هنا، نمسك السمكيه كده نقطعها كده بالمقص من هنا كده. بسم الله. اهم حاجه المقص يبقى حامي عشان ايه، نشتغل على طول. بسم الله. نعم يا علاء. نقطع بقى من هنا كده. بسم الله. على فكره احنا كنا بنضيفه بره، بس ايه، عشان جبته مش يعني حد يعني ما عرفوش من الست ديت، قلت انضفه انا بقى، مش مهم. بسم الله. بصوا واحده واحده عشان هو اصلا بيبهدل الدنيا.
السمكية الكبيرة دي بالذات بتبقى ايه الماسكة معاها بتبقى جامدة شوية. بسم الله. لازم ننضف كويس جدا عشان ما يبقاش فيه زفارة معانا. لو المقص حامي هيساعدك كتير. ما شاء الله خلصنا اهو. هنقوم بقى ايه فاتحين بطنها من الحته دي كده. بسم الله. تمام كده اهي فاتحينها ومطلعين ايه قلبها وعلى الميه على طول ونشطفها. تمام. ناخد بقى غيرها. بسم الله. لازم المقص يكون حامي. بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كده احنا خلصناها اهي. نفتح بقى بطنها زي ما فتحنا الثانيه وننضف بقى على طول. تمام. بس بعد ما نخلص خالص اهم حاجه بعد ما نفتح بطنها ونطلع اللي جواها نقوم حاطينها في ميه. تمام. بصوا بقى ما شاء الله. طبعا احنا نضفناه كويس جدا وايه بصوا ما شاء الله اللهم بارك. شايفين قلب السمكيه عامل ازاي؟ بصوا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. يعني لازم يكون كده. لازم من جوه بصوا مش في اي حاجه. قلب السمكيه احمر خالص ما شاء الله. بصوا حمر. خلينا فله. اهم حاجه ايه الحته دي كلها كده. الحته دي كلها كده تقعدوا بقى تغسلوا فيها كويس. تغسلوا فيها كويس لغايه ما ايه ما السمك ينضف معانا ويبقى ايه زي الفل. تمام. مفيش حاجه الحمد لله. نقوم بقى مصفين الميه دي كلها. كان نحط ميه جديده. تمام. طبعا انا شلت جزء منه وجزء بقى هنعمله في صلصه والجزء التاني هنحشيه. تمام كده. بصوا بقى ده توم وليمون وخل وكمون وملح. تمام. ضربناه في الخلاط. طبعا انا بحط ايه ليمون بيقشره كده في الفريزر وبستخدمه عادي واضربه في الخلاط. ادي قلب السمكيه معايا اهي. فضي بس من الميه كويس. ونقوم بقى حاطين ايه الحشو بتاعنا. نملاها. انا بحب املاها على فكره. كل ده طبعا اصلا مش بيتاكل بس بيخلي طعم السمكيه روعه. بيخليه حلو قوي. بصوا ما شاء الله. تمام. ثانيه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي يا حبيبي. امنيها. كل الليمون كتر الليمون صراحه بيخلي السمكيه روعه جميله جدا. لا مش بيخلي السمكية روعة. ده بيخلي الإنسان نشيط. نشيط. اوكي ماشي. هنقوم بقى حاطين ايه حبه كده صغيرين كده على الوش. تمام. ونركنها بقى على جنب لغايه ما ايه. ماشي يا حبيبي. هنخليه بقى ايه على جنب لغايه ما نخلص بقيه السمك بتاعنا عشان ده بيتعمل اخر حاجه. ده بيتقلى اخر حاجه طبعا. بصوا ما شاء الله. شايفين اهم حاجه السمكيه لازم يكون لونها احمر كده ايه وردي بمعنى اصح مش احمر وردي كده وجميل. تمام. هنكمل بقى ايه الصلصه بتاعتنا الحمد لله استوت. هنشوفها مع بعض. بسم الله. بصوا بقى التقليه بتاعتنا اهيت. احنا نضفنا السمك وخلصنا الحمد لله. بصوا التقليه اهيت عملنا ايه. نحط عود خضره. تمام. ودي اسمها كزبره. تمام. وبعدين هنزود شويه ملح كمان علشان خاطر طبعا ايه حطينا ملح وكل حاجه بس الملح بتاعنا ايه محتاج شويه كمان عشان السمك طبعا ايه يكون مظبوط معانا ما يكونش عادي. تمام. بصوا بقى هي وصلت للمرحله دي اهي الحمد لله. هنقوم مزودين بقى شويه ميه علشان نحط السمك. بسم الله. عشان نغطي السمك بتاعنا وندخلها الفرن على طول. طبعا نحط اللبن على النار عشان هنعمل برام رز. نحطهم الاتنين في الفرن واول ما الرز يتشرب نقوم حاطين ايه
السمك المقلي على النار. بصوا نحطه كمان شويه عشان هي كده الصلصه تقيله. بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هتغلي غلوه نطفي عليها ونقوم حاطين السمك بتاعنا عشان ندخله الفرن. بصوا بقى غلى معانا، هنقوم بقى ايه مطفين عليه عشان ايه نحط السمك شويه بس يهدى كده ونحط السمك بتاعنا. تمام. بصوا بقى ما شاء الله الصلصه عامله ازاي. بسم الله نسمي الله. بصوا السمكيه نقوم عاملين كده كأنها بتاخد غطس، نقوم قلبينها على الناحيه التانيه. تمام. ونركنها كده. تمام. لازم ده يبقى جوه. بسم الله. ادي التانيه اهي الصلصه ونقلبها الناحيه التانيه. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بصوا اهي. تمام. نيجي قلبينها بقى ايه الناحيه التانيه عشان تشرب كل ده، عشان تشرب الصلصه اصلا. دي اخر واحده معانا. نحطها في النص، هي كده كده اصلا صغيره خالص. ندخلها بقى الفرن لغايه ما تاخد بقى وش من فوق وش من تحت على نار عاليه جدا. تاكلوا احلى سمك وبالف هنا وشفا. انا حطيت بس السمك كده الريحه ما شاء الله مش عايزه اقول لكم عامله ازاي. طبعا عشان نعمل الرز بقى مع بعض. بسم الله. هندخلها بقى الفرن زي ما هي كده عشان ايه تلغلغ كده مع نفسها وايه وتاخد وش من فوق ومن تحت. نيجي بقى للمرحله الثانيه معانا وهي الرز. بسم الله. ده برام رز يا جماعه. بصوا ما شاء الله غسلناه كويس جدا مع بعض. بصوا غسلناه كويس يعني، وغلينا اللبن بتاعنا. بسم الله. بس قبل ما نحط اللبن لازم نحط الملح. ادي الملح. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. دي معلقه ملح شويه كمان، ودي معلقه صغيره. وادي اللبن غليناه مغلي. لازم يكون مغلي اللبن، لازم يكون مغلي عشان احنا بنعمله في فرن البوتاجاز مش في الفرن العادي. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم شكرا شاطر. نجيب بقى الايه، احنا حاطين البوله بتاعتنا فيها لبن كتير بس عشان اللبن ده تقيل. احنا عايزين لبن الرز بتاع السمك لازم يكون خفيف. هنزوده بقى شويه ميه. تمام. وهنقلبه وندخله الفرن. بس بقى البرام بتاعنا. بسم الله عشان احنا خففناه باللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. نخرم بقى فيه كده عشان يشربوا الميه. بس روح احفظي ليه، روح احفظي هناك يا سيدي. بسم الله. نخرمه بقى واحده واحده كده عشان ايه احنا هنشربه ميه قبل ما نسقيه بالسمنه والزيت. بسم الله. نعم يا علاء. بسم الله الرحمن الرحيم. شويه ميه كده عشان ايه هندخله الفرن تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. السمنه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. معلقه سمنه بس كده ايه تخلي طعمه حلو. السمنه بتاعتي قربت تخلص، عايزين نعمله سمنه تاني مع بعض ان شاء الله. بقيت الزيت بتاعنا. بسم الله. تمام. هندخله بقى الفرن تاني عشان يتشرب مع ايه مع السمك بتاعنا. بسم الله. طبعا السمك بيموت في الليمون. لازم ايه اول ما يكون سخن كده نعصر عليه ليمون. الليمون ناشف مش عارفه ليه. عشان هو اصلا بيحب الليمون. الليمونه والله ناشفه حجر سبحان الله.
بسم الله. بس برضه لازم نعصر عليها عشان يبقى طعمه لذيذ كده وحلو. طبعا ما نجهز الاكل يكون شرب الليمون ده. تمام. بصوا بقى الرز بتاعنا انا طلعته عشان السمك ياخد حقه في التسويه. تمام. بصوا بحبه بقى اغطيه، نغطيه باي حاجه عندنا عشان هو يعرق. تمام. ياخد حقه ايه اول ما ناكل كده. تمام. ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. وبقى جميل جدا بس لازم نغطيه. بصوا بقى ما شاء الله اللهم بارك. شايفين القمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حاضر يا روح ماما. بصوا ما شاء الله شايفين؟ يلا. هو ده بقى السمك اللي في الفرن اللي يتاكل بجد. طبعا احنا مش هناكل دلوقتي، المفروض ان هو يبرد شويه نغرف الاكل بقى عشان ايه تتاكل كده ايه وهي وسط، مش اول ما تطلع من الفرن. طبعا دي معروفه لازم تهدى شويه. تمام. اللي وصل لغايه هنا ما تنسيوش اللايك، تدعموا القناه عشان يوصلكوا كل جديد. تمام. عملنا بقى السلطه بتاعتنا هوريها لكم عشان ايه نغرف واحده واحده كده. جهزنا الاكل اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بألف هنا وشفاء. الرز بتاعنا ما شاء الله اللهم بارك. السمك المقلي. بصوا عملنا السلطه دي جميله ما شاء الله، بحبها فيها بصل. دي صينيه السمك بتاعتنا في الفرن. واقول لكم يعني ايه ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. بصوا تحفه. بصوا السمكيه عامله ازاي يا ولاد، قمر ما شاء الله. الفنجان بتاعنا ده العشق ده يا جماعه، لسه معمول النهارده على فكره. يلا بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش اللايك. ها مع السلامه يا قلبي.